شنو هو الواعر في الجزائر؟ هو انه كون خسروا ما غيسكتوش، ولا ربحوا ما كيسكتوش، ولا تعادلوا ما كيسكتوش. ودابا هما ربحوا مع الاردن، اجا ما سكتهم واحد الشهر ولا شهرين. شي دابا هاد الرباح اللي ربحوا مع الاردن غيشدوا لينا واحد 4 سنين. حنا ربحنا الاردن في كاس العالم، دابا ورينا شنو غدير الجزائر مع النمسا. الماتش الجاي ورينا شنو غدير. المغرب نهار بلبله في قطر راه داز في كلشي، راه ما جاش الارجنتين لعبت بيه ولا كبتو. المغاربه ما تنساوش انكم تابوناو وتشتركوا في هذه القناه باش يوصلكم ديما الجديد، ويلا كملوا معنا الملخص ديال باقي الفيديو. بكم الاخوان في هذا الملخص الخفيف ظريف على المنتخب ديال الاردن ومنتخب الجزائر اللي كانت عندهم مباراه غير دابا واحد شويه. كنا تابعنا المباراه وشفنا الهدف الاول اللي جا عن طريق المنتخب الاردني، صراحه اللي كان اللعب ديالهم زوين، اللي كانوا بزاف ديال المحاولات اللي ما ساعفهمش الحظ في الكره نهائيا. ما عرفناش انه الكره واش ما بغاتش الاردن. صراحه التكتيك كان زوين. الجزائر حتى هي لعبت كره، فهمتيني. ساعفها الحظ انها تماركي 2 الاهداف في الشوط الثاني، مع الرغم انه حتى الاردن كانت مستاهله انها دير المباراه. صراحه الهدف الاول اللي شفنا المنتخب الاردني كان 100% كيقول بانه الاردن هي اللي غتاخذ الماتش. ما فهمناش شنو طرا في الميطه الثانيه. الجزائر عاونتها كره، خدات 2 الاهداف ديالها، ربحت المباراه. صراحه الله حتى هما يستاهلوا. شحال ما بقاو شافوا الاهداف، شحال ما بقاو ربحوا، شحال ما بقاو وصلوا للنيفو ديال بصح في كاس العالم، ونيفو اللي يشرفهم كدوله، لانه صراحه الله كانوا كعاو ديال بصح مؤخرا. حنا كلنا شفنا الشارع الجزائري وشنو طاري فيه بعد الخساره الهزيمه اللي كانت فادحه امام الارجنتين. الجزائريين كلهم كعاو ديال بصح، ما حتى هما دابا يستاهلوا انهم يفرحوا. مباراه وحده غنشوفوا شنو غيديروا مع النمسا. الحارس ديال الجزائر يعني عاود راجع نفسه من جديد، انه الاخطاء اللي كان ارتكب في المباراه السابقه ديال الارجنتين اخطاء اللي كانت فادحه. وكيف ما سمعتوا نتوما سابقا اشنو كان قال الشارع الجزائري بالضبط، واللي كان طالب بالرحيل ديال داك الحارس. فريمون استمع الاخطاء ديالو وعوضهم في هذا الماتش هذا. حتى الاردن حتى هي راه ماشي منتخب ساهل بقياده السلامي، ابن البلاد ديالنا المغربي الحر، اللي تا هو شفناه شنو دار في هذا الماتش هذا. صراحه حط التكتيك اللي هو زوين، اللعب كان هو زوين، خلى الاردن يبان فيها الجهد ديال بصح في الميطه الاولى بهذاك الهدف الاول اللي شفنا. ما ساعفش الحظ، وكانوا 2 اهداف الجزائر وخدات الماتش. نتمنى ان شاء الله حظ موفق ان شاء الله للمنتخب الاردني في الماتشات الجايين، يراجع فيهم نفسه ويكون عنده نيفو مشرف ان شاء الله في الماتشات الجايه. وبالنسبه للجزائر حتى هي كنتمنوا لها حتى هي حظ موفق، يراجعوا حتى هما نفسهم في الماتشات الجايين ويكون عندهم مقابلات اللي زوينه. حس صراحه الله اللي انك تشوف منتخب بالنسبه للمنتخب الجزائري، منتخب زعما صراحه اللي عنده بعض اللعابه، الا ما قلناش كاين بعض اللعابه اللي هما في نيفو مزيان، وما عمرنا شفنا لهم شي نيفو يشرف في كاس العالم. والاول مره في التاريخ انهم يكونوا في هذا النيفو هذا ويلعبوا ويفوزوا بمقابله واحده. صراحه حاجه مزيانه، يستاهلوا حتى هما يفرحوا. الشعب الجزائري حتى هو يستاهل انه يفرح ولو مره في حياته بمقابلات زوينين ومباريات يكونوا زوينين واهداف زوينين، لانه الشعب الجزائري حتى هو يستاهل. لما لا؟ ما يبقاوش عندهم غير احتكار على كاس افريقيا وشادين ديك المعانده. وبما غادي نختموا بهذا الفيديو هذا، وغنبغي نقول رساله واحده بسيطه. الجزائريين ما تفرحوش بزاف، راه باقي عندكم ماتش مع النمسا. زيروا راسكم، لا دير لكم النمسا الالي كيف ما دارت لكم الارجنتين الروتور. وكذلك الاخوان ما تنسوش انكم تشتركوا وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وتحياتي والاعزاء الحقيقيين.